شيء غريب من رئيس الجامعة اللي واحد ما تفرجش في الكورة ويجي جديد اليوم لتونس ويتفرج في البلاد يقول والله هذا رئيس الجامعة نابغة في كرة القدم وحسن كرة القدم وإنسان ناجح وإنسان معناتها قام بواجبه، وتسمع في الفلوس وتسمع في شنو وتسمع معناتها المغالطات، وهذه عودنا عليها لأنه دائما في البلاتو يحاول يغالط يحاول أنه يهرب من الحقيقة. والشيء الغريب المفروض أنه أنا في بقعته المفروض راني قدمت الاستقالة نتاعي بعد معناتها خيبة الأمل، لأنه السيد اليوم نشوف فيهم يقول لك تقيموا شنو؟ انتم في بعد كأس أفريقيا ما قيمتوش. اليوم تحبوا تقيموا جبتوا مدرب ناحية أقلتوا مدرب في المدرب الأخير أقلتوه سامي طرابلس. اليوم أقلتوا نبيل معلول، غدوة بتجيبوا مدرب آخر. هي وانتم شكون يقيمكم؟ انتم الناس اللي تخدموا في الجامعة شكون يقيمكم؟ من فشل إلى فشل، والخوف أنا كنت عودتوا على الفشل، وهذا أخطر شيء. والأخطر أنكم ناس، أنا أقول بصراحة وأنا نتكلم بتلقائية، أخطر جامعة شفتها وأخطر ناس شفتها في تاريخ كرة القدم هو أنتم، لأنكم من المغالطة ما تستعرفوش بالفشل نتاعكم والأخطاء نتاعكم. اليوم تقيموا في زواوي شكون باش يقيم؟ وتقول على الفلوس، ما عندكش فلوس انا باش تعبث فيهم انت تعطي البريمات. كي تعطي انت البريمات جيتش سالت الوزير قداش باش تعطي؟ معناتها انا فلوس المال العام نعطيه لك باش انت تهزوا انت واللاعبين والمدربين نتاعك. انت جبت في مختار تليلي وتخلص فيه 3 ملايين على حساب شكون؟ لانه السيد هذا قاد لك الحمله الانتخابيه نتاعك ويسب في الوزير الكل، جبته على شنو؟ ايش هي الكفاءه نتاع مختار تليلي اللي لقاه مع المنتخب؟ 7 مدربين، شنو 7 مدربين؟ هذه فوضى، انت قيمت الفوضى تو في تونس. واليوم تقول تحبوا المشكله دائما للوزير، المره الاخرى المدرب الوزير، المره هذه نسمع فيكم شيء ذوق في البلاتو تقول الوزاره هي المسؤوله على الفشل نتاعكم. باهي سي طارق، انا الفرق بيني وبينك انا عندي الجرأه باش نقول فشل، لكن انت ما عندكش الجرأه رغم اسمك وديع الجريء، لكن لا وديع ولا جريء، ما عندكش الجرأه باش تقول انا فشلت مقدم استقالتي وتحب تكمل 3 سنين اخرين. 3 سنين اخرين ما عندك شيء، ايش باش تلعب 3 سنين اخرين؟ ايش تعمل فيهم؟ انت برنامج نتاع سيزون عام ما تعرفيش وقتاش تبدا، ما تعرفيش وقتاش تنتهي. كيفاش تحب تقيم؟ انت ما تنجمش تكون حتى رئيس نتاع جمعيه صغيره. سي طارق بصراحه نقول لك انا اليوم نقول لك كاخوك قدم استقالتك خير لك. سي طارق خاطر سي وديع قاعد يكتب تو باش يجاوبك، معناها ظهر لي زمن نصف ساعه اخرى. سي طارق فقط خليه يكتب الغدوه. لا فقط سؤال اخير سي طارق، اليوم الحلول سامحني عاد على الفلوس، نحكيو على الفلوس. انا كي نعطيك طياره سبيسيال 270 مليون. ايوه نسمعوا فيك باش انت من بعد تركب اصحابك فيها وتوزع على الناس وتلقى معاك رؤساء جمعيات باش غدوه تلقاهم وباش غدوه تلقاهم في الانتخابات. ايش بيك 300 مليون اللي اعطيناهم لكم في الكاس افريقيا، وشفتوا التحضيرات نتاعكم السيئه. يا سي طارق اسمعني نتاع اللاعبين وما عملت شيء وما قيمت شيء. ايش قيم شنو انت؟ شكون وانت شكون باش سي طارق؟ اليوم الظاهر حسب المشاهدين ما فهمنا الناس الكل اللي الازمه والخلاف اللي كان يحكي عليه سي وديع اشتد جدا. الازمه اشتدت. الحلول تو بالنسبه لكم انتم كسلطه اشراف، هل فما حلول جذريه؟ يعني المشاهد حقيقه سي طارق سأم مفدرة. انا عندي سامحني عندي 39 جامعه انا ازمه. في هذا السيد ما يجي للوزاره كان على الفلوس. انت كي تعطي بريمات للجوال وما تجي تقول لي قداش باش تعطي؟ تعطي على الشهر 30 مليون، تحب نعطيك انا فلوس المجموعه وفلوس المال العام باش نعطيو. تبان لي حسره لانك انت متعود بالعهد القديم وتربيت في العهد القديم. حتى انت تربيت فيه. تحب انا نكمل في الشيء هذا؟ انت عاود قدام تجي نعطيك الفلوس وانت تمشيهم فيما لا يعني في البريمات. انت سافرت 12 مره. انت سيد سافرت 12 مره، مشيتش حمام لين شفتش المشاكل نتاعها، مشيت للتونسيين شفت المشاكل نتاعها، مشيت للجنوب شفت الفئات الكثيره. يا سي طارق الجنوب عند بلاصه. يا سي طارق انت ظهر لي كنت في ميدان الاعلام ويظل لي تعرف اللي المشاهدين راهم الخلافات هذه كل فدوا وسأموا منها، يعني بالنسبه لتوا فماشي حل جذري. ما عنديش خلاف، انا ما تعاملوش، ما عنديش خلاف.
انا الخلافي مع الفشل. ايه شنو الحل؟ بالنسبه لي شنو الحل للفشل يا سي طارق؟ الفاشل يمشي على روحه ويستقيل اذا عنده الجرأه. لكن هو نعرفه انسان متشبث، لانه غدوه كان يخرج ما عادش عارف واحد، هو مسكين يتعاود بالبلاتو تاع التلفزيون، تعاود بشويه غوايجات، يحب الغوايجات ويحب الوزاره تخلص له، والفشل نتاعو شكون يخلص له الفشل نتاعو؟ لازم انا نتدخل، مش لانه المشكله الكبيره انه نحب الوزاره تتدخل في الفلوس وما تدخلوش في مشاكله. واضح سيد الوزير. معناتها البقره حلوب الوزاره. واضح سيد طارق. مش معقول هذا كلام ماهوش لائق وماهوش نتاع واضح سي طارق. صراحه واضح الموقف واضح سي طارق. شكرا لك على التدخل معنا.